7000 سنة والحلم جوانا بيكبر، والمصري على مر الزمان يوم الحصاد فرحه، والخير يزيد ويفيض بنهضة زراعية. على طريق التنمية بيستمر العمل وبيتولد فينا الأمل بتحقيق حلمنا الأخضر. مجالاتنا الزراعية بتستوعب 25% من إجمالي العمالة المصرية، وبتساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي. ده غير دورها في تعظيم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وحققت صادراتنا الزراعية نقلة نوعية بإجمالي 6.5 مليون طن، وبكده قدرنا نصدر أكتر من 400 منتج زراعي لأكتر من 160 دولة. وخلال 7 سنين ومع إطلاق استراتيجية مصر 2030 نفذت مصر 320 مشروع زراعي ضمن أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية اللي خلقت ملايين الأفدنة الإضافية، ومنها مشروعات الدلتا الجديدة، الريف المصري الجديد، تنمية الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، ومشروعات شمال ووسط سيناء. ورغم التحديات نجحت مخططات الدولة المصرية بوصول المساحة الزراعية من القمح أكثر من 3.2 مليون فدان، بمعدل إنتاج وصل ل 3 طن للفدان الواحد، وبإجمالي 10 مليون طن سنوياً. وقدرنا نقلل نسبة الفاقد من القمح من خلال المشروع القومي للصوامع الزراعية لتصل معدلات التخزين الاستراتيجي ل 5.5 مليون طن. والنهاردة بتجني مصر ثمرة جهودها الزراعية بموسم حصاد القمح. ففي توشكا تم زراعة ما يزيد عن 150 ألف فدان، وفي عين دلة بلغت المساحة المزروعة من القمح 4000 فدان، وفي الفرافرة تم زراعة 4500 فدان من القمح، في حين تم زراعة ما يزيد عن 146 ألف فدان من القمح في شرق العوينات. وفي مشروع مستقبل مصر تم زراعة 70 ألف فدان من القمح. تلك المشروعات الزراعية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية من القمح لأكثر من 374,500 فدان. وكمان قدرنا نسابق الزمن ونجحنا في زراعة 1,500,000 نخلة لتصبح مصر من كبرى الدول المصدرة للتمور في العالم. واستمراراً لمسيرة النماء اللي بيتبناها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تدعيم الصناعات الغذائية الجديدة، فقد نجحنا في إنشاء مصنع متكامل للبطاطس، نطاق صناعي هائل على مساحة 380 ألف متر مربع. تبدأ رحلة تصنيع البطاطس من دخول المنتج للمصنع، لتبدأ عمليات الفرز الدقيق، ثم تمر البطاطس على مراحل الغسل بالفوم، ثم مرحلة التقشير والتنظيف والغسيل مرة أخرى، وبعد ذلك يتم توزيع البطاطس على خطي التصنيع، واللي بتتم جميع مراحلها بشكل آلي وبدون تدخل بشري. أولى خطوط التصنيع: خط إنتاج للبطاطس نصف المقلية بطاقة إنتاجية بلغت 10 طن في الساعة. يتم خلال هذا الخط تقطيع البطاطس إلى حجم واحد منتظم واستبعاد الأحجام الصغيرة، ثم تبدأ مرحلة قلي البطاطس في درجات حرارة عالية، وبعد القلي يتم التجفيف، ثم التبريد، ثم تجميد البطاطس، لتبدأ مرحلة التعبئة والتغليف الآلية للمنتج النهائي. وفي قلب المشهد الصناعي وحدة فريزر لتجميد المنتجات بسعة 6000 طن. ده غير خط تاني لإنتاج البطاطس المهروسة بإجمالي 2 طن لكل ساعة. أعلى معدلات الجودة الصناعية والسلامة الغذائية بتوفرها وحدات المصنع، ومنها ثلاجة حفظ المنتج الخام بسعة تخزين أكثر من 60,000 طن، وبنوصل لثلاجة تقاوي البطاطس اللي بتبلغ سعتها التخزينية 64,000 طن. يوفر هذا الصرح الصناعي العملاق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة،
و2000 فرصة عمل غير مباشرة. وبيدعم المنظومة الإنتاجية للمجمع الصناعي بشرق العوينات وحدات إدارية وأسطول من السيارات، وبتضمن وصول المنتجات لكافة الأسواق والمنافذ المحلية. وبكده نكون بنينا قلعة صناعية بتشكل خطوة على طريق تحقيق حلم مصر بتوفير الاحتياجات الأساسية من المصنعات الغذائية مع فائض كبير للتصدير. هدفنا كان وحيفضل دايماً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشروعات الزراعية والصناعية. في الأرض دي تاريخ أجدادي حاضر وموصول بالماضي، مليون حكاية وحكاية وكلها في حب بلاد.